السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب فاتي كوكينج دي زاد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة القرنطيطة على الطريقة الأصلية، ما فيها لا بيض لا فرماج ولا حليب، يعني تاكلوا قرنطيطة بنينة وبزاف سهلة في التحضير. وقبل ما نبداو في الوصفة ما تنسوش تشجعوني وديروا جيم للفيديو، واذا كنتوا اول مرة تشوفوني دعموني بالاشتراك في القناة. وبسم الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا كما راكم تشوفوا في غيسيبيون درت 400 غرام قرنطيطة، الباكي اللي يرفد 400 غرام درت كامل كمية. ونجو نديرو الملح، ندير ملعقة صغيرة تكون معمرة مليح. قرنطيطة لازم نطيب لنا ملحة شوية، خاطرش لو كان جينا ناقصة ملح راح تجيكم مسوسة وصامتة. نخلط شوية المواد الناشفة ونزيدو هنايا نص كاس زيت حوالي 150 مليلتر. معناتها 400 غرام تاع قرنطيطة تقابلها 150 مليلتر تاع الزيت. بعدها نبدا ندير الماء تدريجيا لهذا الخليط ونخلطهم مليح غير بالفوي. ونخلط مليح حتى يروحوا لنا الحبيبات وتذوب لنا مليح هذيك القرنطيطه. نكمل كامل الكميه اللي جاتني 2 لترات تاع الماء. بعد ما كملت كامل الكميه تاع الماء نغطيها ونخليها تريح شويه من 15 الى 30 دقيقه. ونروح نجيب سنيوه تاعي، انا سنيوه تاعي كبيره شويه فيها 35 على 30 سنتيمتر. درت لها حوالي مغرفه كبيره تاع زيت، دهنتها مليح ونفرغ الخليط ونديرها طيب في فرن لازم يكون سخون من قبل على اعلى درجه حراره. نخليها طيب 15 دقيقه غير من تحت، من بعد نطفي من تحت ونشعلها من الفوق حتى تحمر لي 31 دقيقه. وهنا بعد ما طابت نرش عليها الكمون، وكما شفتوا ما استعملناش الكمون داخل الخليط. وبهذه الوصفه قرنطيطه تاعنا راح تجي بنينه وطريه كيما تاع برا. ننصحكم كامل تجربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسوش تجربوها وتقدروا تبعثوا لي تطبيقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقولكم الى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.